النصيحة رقم واحد في الغربة غربتي وأهم نصيحة في الغربة، إياك ثم إياك ثم إياك الأجواء تمضي على سند أمر عشان خاطر نفسك ولي الأول وعشان خاطر غاية عيالك، وما تتبهدلش. الشمس آخرك تمضي على العربية اللي أنت استلمتها، آخرك تمضي على فلوس أنت حصلتها، آخرك تمضي على أذنبت بضاعة أنت هتوصلها، وبمجرد ما أنت ما تسلم الفلوس وليل دي لازم اللي استلمها يمضي لك إن هو استلم، طويل ولازم اللي استلم منك البضاعة يمضي لك إن هو استلم منك البضاعة. إياك ثم إياك إن ونيران أنت تمضي على الشوق سند أمر، بلاش. هتبهدل نفسك. في ناس كتير جدا وثباتي بقالها فترة كبيرة مش عارفة تنزل مصر ومش الأمر عارفة تشوف عيالها، ويدور وما يلف على ده ويلف على ده عشان يلحقوني والكلام ده بالقدم كله. اسمع مني، دي نصيحة أنا غير شايفها هنا أن بعيني، يعني أنا راجل متغرب وشايفها تسعى بعيني. بلاش إليك تمضي على سند أمر مهما كلفك الموضوع. ما تقولش اصل طب الشغل اصل مش هينفع، ما تحاولش، اقسم بالله. وشوف الناس اللي قبل منك، الناس متبهدله في موضوع سند الامر ده يا شباب، وسالوا فيها محامي، سالوا فيها محامي.